السلام عليكم. شركة اتصالات سحبت فلوسك؟ اسمع قبل ما تسكت على حقك. حضرتك فتحت موبايلك لقيت الرصيد اختفى؟ خليك معايا لأن اللي حصل ده مش طبيعي. ناس كتير بتفتكر إن الباقة خلصت بسرعة، أو الاشتراك اتفعل لوحده، أو إن الرسوم غلط. لكن الحقيقة إن في حالات كتير ده بيكون خصم بدون وجه حق. القانون المصري بيقول مفيش أي خدمة بتتفعل ولا أي فلوس تتخصم غير بموافقة صريحة من العميل. المشكلة الأكبر إن لو حضرتك سكت مرة الخصم هيتكرر، ولو كل مرة قلت ده مبلغ صغير الرقم في الآخر هيكبر. طب إيه الحل؟ لو حصل معاك كده من شركة اتصالات أو فودافون أو أورنج، اعمل كده فورا. 1. كلم خدمة العملاء واطلب شكوى رسمية. خد رقم الشكوى واحتفظ بيه. لو الشكوى متحلتش خلال أيام قدم شكوى للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والشركة ملزمة إن هي ترد عليهم. ناس كتير اشتكت والفلوس رجعت، لكن اللي سكت الخصم كمل. رصيدك مش لعبة، وأي خصم بدون إذنك مخالفة يعاقب عليها القانون. لو حصل معاك كده ما تسكتش،